السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هعمل معاكم كحك العيد الناعم الدايب بأحسن طريقة وأبسط طريقة، وهيطلع معاكي ولا أجمل من كده. الكحك المظبوط جدا هو الكحك الناعم الدايب اللي في نفس الوقت لما تمسكيه ما يتكسرش في ايدك. ناس كتير بتقول الكحك ناعم بس بيتكسر، وده مش صح. وناس تانية بتقول بينشف معايا. النهاردة هنقول ازاي يكون الكحك دايب وناعم وفي نفس الوقت ما يتكسرش وانتي ماسكاه. تعالوا نشوف سر الكحك الدايب. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش لايك وشير وتسيبيلي رأيك في الكومنتات. ولو أول مرة تشوفيني ياريت تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس. يلا نقول بسم الله ونشوف الطريقة والمقادير. أول حاجة جهزت الحشو بتاعي. أنا جبت نص كيلو من الملبن وضفت عليه معلقة سمن وابتديت أعجنه كده، وهضيف عليه معلقة كبيرة من السمسم و3 معالق من عين الجمل المجروش أو أي نوع مكسرات بتحبيه، أو حتى تستغني عنه وتكتفي بالملبن والسمسم والسمن. تعجنيهم كويس لحد ما يبقى بالشكل ده. السمن خطوة مهمة جدا عشان هي اللي هتساعدني ان الملبن بتاعي يبقى جميل جدا جوه الكحك وما ينشفش. بعد كده جهزت الحشوة كور صغيرة بالشكل ده وسبتها على جنب علشان بعد كده الشغل بتاعي يكون اسرع. دلوقتي نشوف المقادير. كيلو دقيق جميع الاستعمالات او دقيق الكحك والبسكوت، 625 جرام من السمن، 3 معالق كبيرة سمسم، معلقة صغيرة خميرة، معلقة كبيرة بيكنج باودر، معلقة كبيرة سكر، رشة ملح، مية دافية. وهنشوف هنستخدم قد ايه من المية. اول حاجة هعملها ان انا ضفت السمن اللي كنت قبلها بيوم مسيحاه وحطاه في التلاجة. حطيته في اناء بالشكل ده وابتديت اضربه بالمضرب. لو عندي عجان هشتغل بيه، لو مفيش عجان هنشوف هنعمل مع بعض ايه. ابتديت اضرب بالمضرب كويس جدا 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 لحد ما الكريمة بتاع السمن بتاعي بقى زي الكريمة كده، ابيض جدا وهش وتضاعف معايا. لو عايزة هنا اضيف معلقة سكر بودرة اضيف، مش عايزة خلاص. انا ما ضفتش لاني هحشي ملبن وكمان هحط سكر من فوق، وحاطه معلقه سكر في الخميره فمش محتاجه احط كمان سكر على السمن. جبت اناء اكبر وابتديت احط فيه المواد الجافه بتاعتي. حطيت الدقيق وعليه السمسم وريحه الكحك ورشه الملح ومعلقه البيكنج باودر. انا مستخدمه المعالق المعياريه، يعني المعلقه الكبيره المعياريه، وابتديت اقلبهم كويس جدا بالشكل ده. ونزلت عليهم بالسمنة اللي انا خفقتها كويس جدا. في اللحظة دي هسيبهم كده على جنب وابتدي احضر الخميرة بتاعتي. حطيت معلقة سكر كبيرة وعليها معلقة معيارية صغيرة من الخميرة البيرة الفورية وربع كوباية مية دافية دافية مش سخنة عشان ما توقفش عمل الخميرة، وسبتهم على جنب. وابتديت ارجع للعجينة بتاعتي وابتديت بقى اقلبها كويس جدا جدا واعجن فيها لحد ما كل الدقيق يتشرب السمن بتاعي. خطوة العجن هنا يا جماعة مش عايزاكي تستخسري صحتك فيها، على قد ما تقدري هتعجني.
بعد ما شربتها بالسمن كويس جبت الخميرة بتاعتي. شايفة شكل الخميرة رغم ان سيبناها شوية صغيرين لكن باين قوي ان هي ممتازة معايا. ونزلت بالخميرة بتاعتي اللي حاطة فيها ربع كوباية مية دافية وابتديت اعجن كويس جدا. بعد ما عجنتها حلو هبتدي اكمل بقى مية دافية. هضيف قد ايه بقى؟ نص كوباية بالظبط، ما زودش معلقة عن نص الكوباية. الناس اللي بتقول الكحك بتاعي بينشف هي كترت سوائل. يعني لو عايزة تضيفي لبن يبقى نص كوباية لبن بالظبط، عايزة تضيفي مية يبقى نص كوباية مية بالظبط. والمية زي ما بقول لكم يدوب دافية بسيط، ما بتكونش سخنة. وابتديت اعجن كويس جدا 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 لحد ما نعمت معايا. طب اعرف العجينة بتاعتي ناجحة ازاي؟ لما اخد جزء واكوره بالشكل ده اضغط عليه. شايفة بضغط بقوة ازاي؟ ومع ذلك ما تشققش، لازم تلاقي الجناب بتاعته بالشكل ده. طيب انا عايزة الكحك بتاعي يطلع قد بعضه وشكله جميل. قدامي حاجة من الاتنين، يا اما اشتغل بالميزان، وانا كنت حابة ان الكحكة يكون وزنها 28 جرام، عايزاها اصغر براحتك، او تجيبي المعلقة المعيارية الكبيرة مثلا وتاخدي بيها بحيث يبقوا حجم بعض، يبقوا زي بعض كده بيبقى شكلهم اجمل. ابتديت اخد العجينة بتاعتي وابتدي بصباعي الكبير زي ما انت شايفة كده افرغها من جوه واضيف حتة الملبن واقفل عليها كويس جدا واكورها تاني واحطها جوه الصاج بتاعي. ولازم لما تاخدي القطعة بتاعتك حاولي كده تملكيها في ايدك شوية وتنزلي فيها الملبن وتقفلي بالشكل اللي انا بعمله ده وتكوريها تاني. وخدي بالك ما تخليش في الخطوة دي ان هي تشقق معاكي او يبقى فيها فتحة، لان لو خدت شكل فتحة او حاجة من على الجنب هتفضل موجودة مش هتروح. بعد كده بتنزلي عليهم بالبصامة بالشكل ده اهو. بعد ما خلصت الصاج بتاعي هكون مسخنة الفرن كويس جدا واخلص صاج تاني وادخل الصاجين مع بعض. وهو بعد ما طلع من الفرن الكحك اللي بيكون فيه ملبن او عجمية نقشته ما بتبقاش جامدة قوي، لان لو ضغطنا عليه جامد ده ممكن يخليه يشقق او الحشوة بتاعته تخرج. شايفة الكحكاية دايبة ازاي؟ انا ماسكاها في ايدي مش بتتكسر اهي. طبعا انا بوريها لكم دلوقتي بعد ما برد، ما ينفعش وهو سخن نمسكه. ومع ذلك شايفة مش بيتكسر، لا بيدوب كده في ايدي. انا هنا هبتدي احط السكر على الكحك بتاعي. على فكرة الحاجة المهمة جدا اللي عايزة اقولها، انا ما سبتش الكحك بتاعي يخمر. انا بعد ما خلصت عجن سبته حوالي ربع ساعة، كنت بجهز فيها الصواني بتاعتي اللي بدهنه بمادة دهنية واللي بحط فيه ورق الزبدة. خدت في التجهيز ده حوالي ربع ساعة مش اكتر من كده، وابتديت اشكل الكحك. كمان لما بتعملي اكتر من صاج تيجي تدخلي اول صاجين مثلا حسب ساعة الفرن بتاعك، اول صاجين خلصوا تدخليهم الاول وهكذا، مش بيحتاج تخمير. وادي الكحك بتاعي بعد ما خلص. اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله. انا يعني كنت سعيدة جدا بالنتيجة دي، باين جدا جماله وحلاوته، يعني بسم الله ما شاء الله بجد حلو. جربيها لانها مقادير مظبوطة جدا ويعني هتفرحي بيها قوي. وبالنسبة للتسوية ما بياخدش كتير، انا ما اخدش معايا اكتر من 25 دقيقة. لو عايزة تحميره اقل من كده شوية يبقى 20 دقيقة، وبرضو حسب الفرن بتاعتك تبعيها. هو بيتحط على 180 درجة في الرف الوسطاني. انا عايزة اوريكم الكحك دلوقتي من جوه شكله ازاي.
شايفة الكحكاية القمر دي؟ بجد حسيتها قمر مش كحكاية. شايفة وانا بكسرها ناعمة ازاي؟ اهي من جوه جميلة، لونها حلو مش مكتومة، بجد كان طعمها تحفة. ودي واحدة تاني مش حط عليها السكر عشان تبقى اوضح ليكم. اتمنى تجربوا الوصفة وتسيبولي رأيكم في الكومنتات. ولو عجبك الفيديو النهاردة ما تنسيش لايك وشير للفيديو، ولو اول مرة تشوفيني ياريت تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس. بحبكم في الله، امل سليم.